تخيل كده انك رايح مزاد علني في بلدة صغيرة وكل الناس متحمسة تشتري بيت جديد. بس فجأة العمدة بيبدأ يعلن عن شوية شروط غريبة، وكل قاعدة بيقولها تخلي ناس تمشي من غير كلام كأنهم عارفين حاجة محدش غيرهم عارفها. في وسط الجو ده بيري وليام كانوا فرحانين انهم اخيرا لقوا بيت احلامهم بسعر كويس. بس يا ترى البيت ده فعلا هو حلمهم ولا بداية كابوس مش هيخلص؟ من أول ليلة حاجات غريبة بتحصل، همسات بتنادي بالأسامي، خيالات بتتحرك في الضلمة، وليام فجأة بيظهر في مكانه وبيختفي في التاني. مين فيهم الحقيقي ومين المزور؟ والأهم إيه سر البيت ده وعلاقته بالعمدة؟ لو فاكرين إنهم اشتروا بيت يبقوا غلطانين، هم دخلوا فخ والخروج منه مش بالسهل. بتبدأ القصة بمزاد لبيع بيوت في بلدة صغيرة اسمها لينكولن، والعمدة سام اللي ماسك المزاد بيشرح القواعد للمشترين المحتملين. بيقول القواعد واحدة واحدة، وكل ما يخلص قاعدة ناس من الحاضرين بتمشي لأنهم فاهمين إنه مش مؤهلين للمزايدة. واحد من الحاضرين بيبقى متضايق أول ما بيسمع إن القاعدة بتمنعهم من تأجير البيت، وبيبقى منزعج كمان لما بيعرف إن المشتري لازم يعيش في البيت 6 شهور على الأقل، وإلا البيت هيرجع تاني. العمدة بيأكد إن القواعد دي ثابتة ومش هتتغير، فالشخص ده بيقرر يمشي وهو محبط. في الآخر ما فضلش غير زوجين بس، فالعمدة بيبقى مبسوط وبيقول لهم إن هم خلاص ضمنوا بيت لكل واحد فيهم. الشخصيات الأساسية عندنا هما الزوجين بري وليام. البيت الأول اللي اتعرض في المزاد راح للزوجين التانيين بعد ما دفعوا عليه 25,000 دولار، وده كان تمام مع بري وليام لأن هما كانوا عايزين البيت التاني. العمدة قال إن سعر البداية للبيت اللي عايزينه هو 20,000 دولار، وبري قدمت عرض بحماس بما إنهم كانوا آخر ناس بيشربوا كحول في الليلة دي. العمدة قال لهم إنه هيهتم بيهم بنفسه ويساعدهم في إنهاء عملية الشراء. ليام سأل إمتى يقدروا يدخلوا البيت، فرد العمدة إن المفتاح هيكون ليهم بمجرد ما يدفعوا. ليام سأل إذا كان في بنك قريب علشان يسحب الفلوس، فالعمدة قال له إن في واحد على بعد حوالي 10 دقايق. الزوجين راحوا فورا، ولما ليام كان في البنك بري وهي قاعدة في العربية لقت بنت صغيرة ظهرت فجأة، وفاجأتها بري سألتها عن أهلها، فردت البنت إن أهلها ماتوا من زمان. بري استغربت من طريقتها في الكلام وقالت لها إن مش كويس تخوف الناس خصوصا الغرباء. البنت قالت فجأة إن البنت اللي في الحمام مش بتحب بري. بري ما فهمتش قصدها وقالت لها انها هتتصل بالشرطة، لكن لما بصت تاني لقت البنت اختفت. بعدها رجعوا لمكتب العمدة، دفعوا الفلوس، وقعوا على الأوراق، وأخيرا أخدوا مفتاح البيت. راحوا للبيت اللي كان ضخم وجميل جدا، وما كانوش مصدقين ان هم جابوه بالسعر ده. ليام كان فرحان وشال بري بين ايديه زي العرسان الجداد وهم بيحتفلوا ببيتهم الأولاني. فضلوا يلفوا في البيت، وبري استغربت ان الملاك السابقين سابوا كل حاجتهم كأنهم مشوا فجأة. طلعوا يشوفوا الدور التاني، وبري كانت منبهرة بجمال البيت وحست ان دي حاجة عظيمة جدا انه يجيبوه بالسعر ده. لما دخلوا اوضة النوم ظهر ظل عدى جنب الحيطة ودخل وراهم، لكنهم ما خدوش بالهم. بري اكدت انها مش عايزة تستعمل فرش حد تاني خصوصا اللي سابوا الملاك السابقين. ليام تفهم كلامها لكنه قال لها ان وجود العفش بيوفر عليهم فلوس، خصوصا ان هم صرفوا كل مدخراتهم على البيت. في الاخر بري وافقت مع انها كانت متضايقة، وعلشان يوفروا فلوس ليام قرر ينقلوا حاجتهم بالعربية بدل ما يجيبوا عربية نقل. بري كانت متحمسة جدا تنظف البيت، فبدأت بالمطبخ. أول ما حطت أدوات التنظيف سمعت حد بيهمس باسمها، فافتكرت إن ليام بينادي عليها. لما نادته مردش، وبعدها ظهر فجأة وراها. اتفاجئت بري، لكنها لما بصت تاني ليام ما كانش موجود، وبعد لحظة سمعت صوته بيناديها من الباب الأمامي. بري بدأت تتوتر وكانت مفكرة إن ليام بيهزر معاها، لكنه قال لها إن الباب كان مقفول وإنه كان بره طول الوقت. ليام حاول يهون عليها وطلعوا حاجاتهم لغرفة النوم. لما دخل ليام الحمام لقى الحوض مليان مية وسخة، فصرفها، لكنه وهو خارج شاف شبح ست واقفة عند الباب. هي دي نفس البنت اللي في الحمام اللي البنت الصغيرة قالت عليها. ليام قرر يروح يجيب المرتبة الجديدة اللي بري طلبتها بدل ما يدفع فلوس للتوصيل. ساب بري لوحدها في البيت، لكن بعد شوية ليام ظهر فجأة، بس شكله كان مختلف. عيونه أغمق وكان عنده نظرة غاضبة، وطريقته في الكلام كانت باردة تماما. بري طلبت منه يرمي الزبالة لكنه تجاهلها، وده ضايقها منه، لكنها قبل ما تواجهه اختفى فجأة. وفي العشاء بري فتحت موضوع تصرف ليام الغريب، لكنه ما كانش فاهم هي بتتكلم عن ايه، واعتقد انها مجاهدة من التنظيف. لكن لما كانوا بيجهزوا المرتبة الجديدة وصلت البقالة اللي طلبتها بري، فسابت ليام نايم في غرفة النوم شوية. فجأة حس بلمسات بري لكنها عضته بقوة، ففتح عينيه واتصدم انه لوحده وان بري مش موجودة. بري خلصت تنظيم البقالة وليام فاجئها بحمام دافي عشان ترتاح، وهي في الحوض سمعت حد بينادي اسمها تاني، وبعدها حست ان حد بيشدها لتحت. فجأة لقت نفسها تحت المية مش قادرة تطلع كأن حد بيمنعها. ليام لاحظ اللي بيحصل، ولما شاف حالتها اتصل بالعمدة يطلب مساعدته، لكن العمدة قال له انه مش عارف يساعده، واقترح ان بري ممكن تكون نامت بالغلط. بعد المكالمة اتضح ان العمدة كان مع نفس الست اللي كانت في المزاد. هل ممكن يكون العمدة كان مخطط لكل ده علشان يوقع بري وليام في شراء البيت المسكون؟ بعد ايام ليام بدأ شغله الجديد
وبري ودعته واتمنت له يوم كويس. بعد ما مشي حاولت تتصل بالملاك السابقين باستخدام الرقم اللي في الورق بتاع البريد بتاعهم، وسألتهم لو كانوا عايزين أي حاجة تتبعت ليهم. لكن الست اللي بتتكلم معاها وهي بنت صاحب البيت بتقول لها بحزم إنها مش عايزة أي حاجة من الحاجات دي. الست بلغت بري إن أمها أخدت بيتها بعد شهر واحد بس من شرائه، وإن استرجاع حاجتها مش هيساعدهم يكملوا حياتهم. لما ليام رجع البيت حكيت له بري عن المالك السابق ووريته شوية مقالات إخبارية لقيتها على النت عن عائلات كانت عايشة في البيت قبلهم وكلهم واجهوا مقاسي، بس حتى بعد ما عرفوا ده كانوا لسه مصممين يحتفظوا بالبيت لأن هم شايفينه البيت المثالي ليهم. في ليلة من الليالي وأثناء ما كانت بري بتغسل الأطباق ليام ظهر بوش غضبان تاني ورمى الكوبايات عليها وقال لها كلام جارح إنه بسببها خسر كل حاجة وإنها بتستغله وبتصرف فلوسه. بري اتخضت جدا وغطت وشها علشان تحمي نفسها، لكن لما رفعت عينيها لقت ليام الطبيعي واقف ومستغرب من الكوبايات المكسورة، وقال لها إنه كان فوق بيجهز الكمبيوتر طول الوقت. واجهته بري بالكلام القاسي اللي قاله، لكنه أكد لها بصدق إنه مستحيل يقول كده الحب حياته. بدأ الشك يدخل في دماغهم كأن في حد شبه ليام في البيت. ليام نظف المكان ورمى الإزاز المكسور بره، لكن وهو بره سمع حد بينادي اسمه. مشي ورا الصوت لحد ما وصل لمخزن ولقى فيه مخدة مليانة فلوس. أخدها بفرحة وكان ناوي يوريها لبري، بس لقاها نايمة فقرر يحكي لها الصبح. تاني يوم الصبح ليام صحى وما لقاش المخدة. لما سأل بري قالت له إنها رمتها لأنها كانت وسخة جدا. ليام اتعصب وجري بره يدور عليها قبل ما عمال النظافة ياخدوها، ولحسن حظه لقاها. بري كانت مستغربة من تصرفاته وحصلت بينهم خناقة. هي كانت شايفة إنه كان موافق يرمي أي حاجة تخص صاحب البيت القديم، لكنه مش قادر يفهم ليه مش قادرة تستنى عليه لما يوفر فلوس يشتري بيها حاجات جديدة. الخناقة انتهت لما ليام انفعل عليها وقال لها تبطل تضغط عليه، فاعتذرت له لما فهمت قد ايه هو تحت ضغط كبير. بعدين قرر يروح البنك علشان يحط الفلوس، لكنه لقى البنك مقفول. في البيت بري كانت بتخبز كيكة وفجأة شافت ليام واقف وراها. هي لسه مش عارفة ان في حد شبهه في البيت، وفجأة ليام ده مسك سكينة وهجم عليها. لحسن حظها قدرت تفلت واستخبت في الحمام. ليام فضل يخبط على الباب، لكن صوته البارد اللي كان بيتكلم بيه اتغير فجأة وبقى صوته الطبيعي، وبدأ يسألها بقلق إذا كانت كويسة. بعد تفكير قررت بري تفتح الباب وحكيت له عن اللي حصل، لكنه ما صدقهاش لأنه بيقول إنه لسه راجع حالا. قال لها ترتاح وهو هينظف المطبخ. بس فجأة وهو شغال سمع بري بتصرخ من فوق. جرى ليها بسرعة لكنها قالت له إن في ست في الحمام. ليام كان مقتنع إنها مضغوطة بس وحاول يطمنها وأخدها يخرجوا يتعشوا علشان يغيروا جو. بعد ما رجعوا البيت ليام كان بيكمل تنظيف وفجأة شاف حد شبه بري لكن بتتصرف بغرابة. لقى نفسه بيتعامل معاها بشكل طبيعي لحد ما فجأة عورته على صدره. لما بصلها تاني اختفت، لكن الخدش كان حقيقي جدا. وبالليل ليام حلم بحلم غريب انه شايف الست اللي في الحمام قاعدة عند حمام السباحة وبتحرق الفلوس اللي كانت في المخدة قدامه. انفعل وبدأ يخنقها بغضب، بس لما فاق لقى نفسه بيخنق بري جامد. بري كانت مرعوبة وحاولت تهرب، جرت واستخبت في أوضة لكنها لقت حد شبه ليام جواها. هي كانت سامعة صوت ليام الحقيقي بينادي عليها من بره، لكنها مش قادرة تستوعب ازاي ليام هنا وهناك في نفس الوقت. ليام الحقيقي لقاها وقال لها لازم يخرجوا فورا من البيت، لكن في اللحظة دي اللي شبه ليام ظهر على السلم وقال لها ان هو ليام الحقيقي وانها ما تسمعش للتاني. بري كانت تايهة ومش عارفة تصدق مين، لكنها قررت انها تثق في الشبيه لانها مش مصدقة ان ليام ممكن يقترح انهم يسيبوا بيتهم اللي تعبوا فيه. لكن ليام الحقيقي ما استسلمش وشالها وجرى بيها بره البيت المسكون. وفي المشهد الاخير بيظهر مزاد جديد في صالة الالعاب الرياضية، والعمدة بيبيع البيت تاني لناس جداد نفس الزوجين اللي كانوا مع بري وليام في الاول موجودين. وده بيأكد ان العمدة بيحط ناس مخصوص علشان يخلوا اي حد يشتري البيت علشان الضحايا الجداد يدخلوا فيه ويبدأ الرعب من جديد. وبتخلص القصة هنا. سلام.